أعزائي طلبة وطالبات العلوم المتكاملة الصف الأول الثانوي، أهلا وسهلا بيكم. هعمل معاكم تجربة بسيطة خالص نثبت فيها إنه كثافة المية اللي هي المالحة أكبر من كثافة المية العذبة. دي مية عذبة ودي مية مالحة. يا ترى لو أنا معايا جسم زي ده كده وهنعمل له هنسقطه في المية دي، المية العذبة، فالجسم اللي معاه ده الليمونة ده يغوص في المية العذبة. لو انا خرجته من المية العذبة حطيته في المية المالحة، المية المالحة يعني مية بملح يا جماعة، انا جايب ملح من البيت ومدوبه يعني. ممكن ازود كمان الذوبان شوية كمان، يعني شوية ملح كمان اهو، ندوب كمان ونشوف كده ايه اللي ممكن يحصل ايه لليمون لما نحطها في المية المالحة. نحطها كده ونشوف الليمونة يا جماعة تطفو على المية المالحة، وده دليل على ان كثافة المية المالحة اكبر من كثافة المية العذبة. حتى الصوت مختلف، يعني مية مالحة تختلف كمان حتى في صوتها عن المية العذبة عشان الكثافة. ونتقابل في تجربة بسيطة من تجارب العلوم المتكاملة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.